السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحكي لكم الآن أنا قصة حصلت في المملكة العربية السعودية لمواطنة سعودية ومغترب يمني، يعني هو تزوجها والقصة هي حصلت فيها نثرة توجع القلب. أشهد لله. الذي أنا أشتي أوصله من خلال سردي للقصة هذه أنه مش كل اليمنيين سواء، كما قلت أنا في السابق تحصل 10% مقصات وتفهان و90% أرجل رجال الدنيا وبظل أتفاخر بهم ما حييت. نفعل ساعة قناة السعيدة، فاصل ونواصل. سينالكو اليمن، محمد بدر الشعيبي للتجارة والاستيراد. القصة وما فيها انه في مغترب يمني سافر من هنا قبل ما يكون مغترب. في واحد يمني سافر من هنا وصل له هناك على اساس يغترب ويشقى، يجمع له قرشين، يفعل له مشروع، يفعل له حاجة. وصل له هناك جلس في العزبة شهر او شهرين، تواصل مع ناس من اصحابه، اشتغل. قالوا لا خلاص في معانا محل عبايات تشتغل فيه. صار اشتغل في المحل العبايات هذا، والولد عنده اخلاق وشكله حالي وسيم. المهم جت له زبونه سعوديه تشتري عبايه، ادى لها العبايه، طلعت مدري ايش في العبايه، تعديل، عدل العبايه، ادي لي رقمك اتواصل معك. بزت رقمه، تواصل معها، ومن كلمه على كلمه دخلوا في علاقات حب. مضت عليهم فتره، احبك، اي لاف يو تو. قالوا خلاص اذا لازم ننهي علاقه الحب هذه بالزواج. الرجال ما قصرش، طلع محترم، صار دق باب بيت اهلها وتزوجها على سنه الله ورسوله. عاش عيشه ما هي موجوده، قدو عايش مفتهن مرتاح، وزد هيك يعني الكفيله حقه لا تشتي منه ولا شيء، وساير راجع وسياره، المهم في عز وفي نعمه وفي راحه. لا يصير يجلس واصحابه علموا انه خليها تقدم لك قرض وانت عيش حياتك وفتحت لك مشروع، ولا اما هكذا ما ينفعش تجلس هكذا في هذه الحاله، لازم تطور من نفسك. الرجال فكر، صار لعند زوجته، جلس يا حياتي يا عمري نشتي نفعل لنا مشروع 10 عيش تسحبي لنا قرض من البنك. ما قصرتش على نيتها، قد معاهم بعدين بنت قالت ابشر بعزك. سارت للبنك، قدمت على قرض مبلغ كبير، مبلغ فوق 200,000 السعودي. الرجال طمعت نفسه يشلها واليمن. انا اشرح لكم القصه حسب ما وصلتني، والذي ادالي القصه هذه وانا كنت في الرياض في مطعم، جاء واحد جلست انا وياه بنتكلم من كلمه لكلمه، شرح لي القصه هذه. قلت اذا والله لا اطلع اشرح القصه هذه علشان اوصل رساله انه مش كل اليمنيين سواء. المهم ننهي القصه. الرجال بز الزلط كما قلنا لكم وفحط زوجته، انجا انسى ان رجع، اتصل تلفونه مقفل، يا ليلى ودف بها بالبنك. من أن تدي المبلغ هذا بكل. شوفوا على حنبه، شوفوا على تفاهه، شوفوا على انحطاط. وين تسير من ربك؟ مخلف يا تافه، مخلف وثقت فيك، ودتك حياتها، كفلتك وفعلت لك كل حاجه، وبالاخير تنكبها هكذا. في سطور القصه يقال ان البنت هذه دخلت بحاله نفسيه. طب بنتك كيف؟ وين النهايه؟ بنتك يعني فلدت كبدك، يعني ما عاد تشتاق لهاش، يعني فضلت الفلوس على بنتك الذي تسوى كنوز الدنيا بما فيها. طيب اقعد مع نفسك كذا وفكر، يعني ايش الذي استفدته؟ اين اغلاء بنتك او الفلوس؟ الثقه والامانه ولا الفلوس؟ للاسف انت مطعون رجوله، مش انت رجال، والله ما عندك احساس ولا عندك دم. اشبع بالفلوس وبينكم نازل، والله ما يضيع حق مخلوق. وعلى فكرة هي تدعي عليك دعوة المظلوم، لو صعدت ما تسقطش. ويقال في القصة انه مثلا هل لو رجع الشخص هذا واعتذر ورجع الفلوس هذا، قال يعني البنت تقول خلاص نفسي اكتسرت مثل الزجاجة. تحياتي، وترقبوا ان شاء الله في قصص حلوة بس ما قد جهزتهاش او ما قد حفظتهاش علشان انشرها. ما يعني في قصص مواقف ترفع الراس، وهي مش غريبه على اليمنيين انهم يفعلوا مواقف رجوليه ومواقف تخلد في التاريخ. اترقبوها ان شاء الله، وتحياتي.